السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير يا رب. النهارده هنعمل مع بعض بوريه كده حلو قوي بطريقه سهله جدا وسريعه، ولا نستنى لما يخمر ولا اي حاجه. العجينه فوريه بتاعتنا. هنعمل بوريه حلو قوي. ممكن كمان انا طبعا كنت عاملاه عشان بنتي وهي رايحه الجامعه طلبته مني تاخده معاها كده. زهقت من الاكل هناك. فاضطريت ان انا اقوم كده الصبح واعمل لها البوريه دوت. هيعجبكم جدا بطريقة سهلة جدا. كوباية مية دافية ومعلقة خميرة ومعلقة عسل، وهسيب كل دول اقلبهم كويس جدا. وهقفل انا عندي هنا البولة دي بتاعة تبر وير. بسيبها بتختمر فيها الحاجة وبقفلها وبتديني صوت لما تختمر. هقلبهم كويس وهغطيها 10 دقايق. تمام. بعد ما اختمرت نزلت هنا بالدقيق. آه، لا، حطيت كوباية دقيق الأول وهقلبهم كويس جدا وهغطيها. وبعد كده هسيبها 10 دقايق. بعد ال10 دقايق زي ما انتوا شايفين كده هقلبها طبعا. عملت فقاقيع معايا اختمرت بعد ال10 دقايق. ان البولة دي بتكتم اي هوا يدخل لها. ولو ما عندكيش البولة دي بتغطيها بستريتش راب او بكيس او بشنطة، وتغطيها لغاية 10 دقايق وبعد كده تشتغل فيها. هبتدي بقى ان انا نزلت هنا بقى فيها معلقة خميرة ومعلقة صغيرة بيكنج باودر. وهاخد هنا الدقيق. انا هنا معايا الدقيق كوبايتين هحطهم دلوقتي، وقبل كده كوباية 3 كوبايات. بس ما تاخديش مني المقدار دوت صح. ممكن يزيد معاكي او يقل على حسب الدقيق معاكي. هبتدي بقى اقلب كل دول كويس جدا. وطبعا ما ننساش معانا معلقة صغيرة خالص ملح على كل الدقيق دوت. ومعلقة صغيرة بيكنج باودر. وبعد كده هبتدي بقى المضرب بتاعي هنا. مش هينفع ان انا اقلب بيه. هلم العجينة بايدي. انا ما بحتاجش ان انا اعجن ولا اي حاجة. بلم بس العجينة واشيل الدقيق اللي موجود في البولة معايا. وبعد كده هبتدي بقى ان انا اشتغل فيها على طول. ما بستناش لغاية ما تخمر، لان احنا عملنا لها عملية التخمير دي في اول مرحلة. بجيب رشة دقيق على الحاجة اللي أنا بشتغل عليها، الرخامة أو البورد أو المفرش بتاعي. وابتدي أفرد العجينة بتاعتي. أنا هنا قسمت العجينة نصين. هبتدي بقى عندي القطاعة دي اللي هي بتاعت آم، البيتزا أو اللي هي القرص. بتبقى بس هي قطاعة حجم صغير. هبتدي قطعت بيها. وابتدي أنا عندي هنا جبنة اسطنبولي. لازم تكون جبنة، ما ينفعش جبنة تلاجة لأنها هي هتسيح معاكي في الفرن. لازم تكون جبنة متماسكة شوية. وابتدي اقفلهم بالشكل ده بالشوكة من جناب كده. واعمل معاكم شكل تاني عامل زي رغيف الفينو الصغير كده خالص. هحط الجبنة بتاعتي وهلفه زي رول كده صغير واقفله كويس جدا. وهنا اول صاج معايا هدهنه كده بيض وعليه رشة فانيليا علشان طبعا وحبة البركة، لان بنتي عايزة تنزل الجامعة فهديها اول الصاج ده. وبعد كده اعمل الباقي. عمل معايا 3 كوبايات دقيق. كمية حلوة جدا. هدخله الفرن. هنا نص العجينة التانية هقطعها برضو واحشيها معاكم. وهشيل الزوايد اللي هي بتبقى في الجناب ديت اللي هي بقيت الدورات اللي انا قطعتها. وهلمها برضو وبعد كده افردها. انا هنا بقى زي ما انتم شايفين انا بحاول الفها بطريقة تانية واقفلها من الجناب بالشكل دوت. برفها زي الرول. وبعد كده اقفلها كويس. اهم حاجه ان احنا نقفل البوريه بتاعنا كويس جدا علشان لما يدخل الفرن ما يفكش معانا في الفرن. ودي اخر قطعه. انا كل مره بحب وانا بعمل البوريه اعمل زي الكرواسون صغير كده، بس ده طلع صغير قوي. بحط فيه هنا نوتيلا وابتدي الفه بيبقى حاجه كده حلوه مع البوريه. يعني كام واحده كده صغيرين. مش بكتر عن كده. هتشوفوا شكله صغنن جدا زي ما شفتوه في اول الفيديو. وبيبقى حلو قوي. وانتي بتاكلي كده البوريه مع كوبايه شاي في الفطار بتبقى حلوه جدا. انا هنا ده طبعا الصاج الاخير دوت لانه عملوا صاجين بالشكل اللي انتوا شايفينه. برضو بدهنه بيض. وبعد كده بحط رشه برش حبه البركه. فبدهنها بقى على البيض. وبعد كده بحط حبة البركة وادخلهم الفرن على درجة حرارة 220
على الرف اللي تحت، ولما احس ان الارضيه بتاعه البوريه بتاعي احمرت كده خدت لون، بطلعهم على الشبكه فوق. طبعا دول الشوية اللي بقيوا، من مش كل دول كانوا طبعا الكمية دي مضاعفة. طبعا انا اديت لبنتي وهي نازلة علشان ما تأخرش. فدول اللي كانوا الصاج الأخير. زي ما انتوا شايفين شكله وريحته جميلة جدا، وريحة الخبيث في البيت بتدي ريحة مش عايزة أقول لكم حاجة كده، يعني طعم تاني خالص. وده الكرواسون اللي أنا قلت لكم عليه الصغنن خالص ده، هو يعني مش كرواسو كرواسو، بس حاجة كده ايه حلوة مع البوريه بالجبنة وكوباية الشاي بتبقى جميلة. انا بحاول افتح لكم كده واحدة. هو يعني من جوه مفرغ وهش جدا وخفيف، مش مكتوم ولا حاجة، ولا اللي فيه البابة كده اللي انتوا عارفينها اللي احنا بنجيبها من الافران. البوريه بيبقى فيه صلصة، كان ممكن احط لكم فيه الصلصة زي ما بيتحط وبيتعمل بسمنة، ولا حطينا سمنة ولا حاجة. ربع كوباية زيت والخميرة ومعلقتين اللبن البودر. هسيب لكم المقادير في صندوق الوصف. وبجد بيعمل كمية حلوة قوي وما تكلفناش اي حاجة. الوقت الربع كيلو بنجيبه ب20 جنيه من من الفرن، يعني الكيلو وصل 80 واكتر. طب وليه حرام؟ احنا ما استخدمناش غير 3 كوبايات دقيق وربع كوبايه زيت ومعلقتين بيكنج باودر، معلقتين لبن باودر ومعلقه صغيره بيكنج باودر ومعلقه خميره. هو ده اللي كلفنا، مع جنبيه شويه خيار او شويه او طماطم متقطعه على حسب ما تحبي. بجد طبق حلو جدا ومش مكلف واقتصادي. اتمنى يا رب تجربوه، ولو عجبكم ما تنسونيش بقى، تنسونيش في لايك كده حلو منكم ودعوة حلوة. وأتمنى يا رب الفيديو يكون عجبكم ومكونش ضيفة تقيلة عليكم. وتعملوا بقى اشتراك في القناة اللي لسه مشتركش، وتفعلوا الجرس للكل عشان إن شاء الله يوصل لكم كل إشعار جديد من فيديو بنزله. أشوفكم على خير إن شاء الله في فيديو جديد، ودمتم في رعاية الله، وكل سنة وأنتم طيبين.